الشيء ده اغتصب بنت كان عندها 8 سنين، كانت خارجه من المدرسه راحت الجامع تخش التويلت، دخل وراها التويلت واغتصبها. وطبعا الحاجه دي مامته لما الناس طبعا روقوه اتلموا عليه وضربوه، الحاجه دي كانت بتحاول تحميه عشان خايفه عليه، خايفة على ابنها المغتصب المتحرش بالأطفال. لكن هي ما ربتش ابنها إنه ما يعملش ده في الأطفال، ما يعملش ده في ولاد الناس. هو طبعا ده مش هيعتق طفلة كبيرة صغيرة قطة أي حاجة فيها الروح، هو مش هيعتقها. ما هو ده الفكر، ما هو ده الفكر بقى اللي بتاع الشيوخ اللي مطلوق علينا، الشيوخ السلفيين بقى ولا الداعشيين ولا الفكر الوهابي المتخلف الرجالة دول يطلعوا واحد زي ده ويقول دي بنت عندها 8 سنين، المفروض ان من 5 سنين تلبس ملابس محتشمه، وان هي الام اللي غلطانه والبنت غلطانه عشان كانت يعني زي تتزنق وتدخل التويليت. يعني علموا ولادكم لما يتزنقوا يعملوا على نفسهم يا جماعه، بناتكم لما يتزنقوا يعملوا على نفسهم، ما يخشوش يعملوا في اي مكان بتبيه، عشان احنا عايشين في غابه، عشان في وحوش متربصين ما بين الحيطان، اول ما بيلاقوا بنت كده سالته داخله تعمل تويليت ولا داخله في اي مكان بيخشوا يغتصبوها. واشباه الرجال بيقولوا ان ده عادي، لان استاذ عمرو امين كان عنده نفس الراي وقال الغلط على الام اللي سابت بنتها لوحدها في السن ده، عندها 8 سنين خارجه من المدرسه دخلت الجامع في نهار رمضان، فالشيء ده اغتصبها، فالغلط بقى على الام وعلى البنت اللي مش محتشمه. هو ده المجتمع؟ هو ده الدين؟ ولا انتوا الدين بتفصلوه على مقاسكم؟ هو ده بقى فكره دواعش وفكره تنظيم القاعده، انتوا عايزين تخلوا الستات عباره عن غربان ماشيين حواليكم وبرضه بتغتصبوهم وبرضه بتتحرك. ده انتوا ده ما بيسيبوش، ده لو واحده والله عجوزه ولابسه جلابيه ومش باين منها حاجه بياخدها اغتصابها في الصحراء. انتوا استغفر الله العظيم، المجتمع الذكوري لا يطاق، في رجاله احترمهم، وفي كومنتس كتير. عمرو امين ده اللي عرفته ان هو كان منزل الكلام ده على فيسبوك، والناس دخلت بهدلته لدرجه انه قفل الاكونت بتاعه. انا بطالب المجتمع، بطالب الحكومة عندنا، القانون، ارضعوا الاشكال دي، ارضعوا الشيوخ يا جماعة. واحد زي عبد الله رشدي اللي الكونتنت بتاعه كله عن المرأة، بيملى دماغ الشباب بكلام عن المرأة، مخلي الست عبارة عن عور. ايام الرسول عليه الصلاة والسلام كانت المرأة بتنزل مرض الجرحى، كانت بتمرض الجرحى وما كانوش منقبات ايام الرسول، ما كانش الكلام ده موجود. ايام بقى الاسلام لما نزل الدين الاسلامي اللي انتوا شوهتوه، خليتوا الدين الاسلامي كله بيخص المرأة بتكيلوا بمكيالين. لما الموضوع يخص المرأة يلا بينا بقى نتكلم في الدين، لكن انتوا عايشين في غابة. اي واحدة عايزين تحطوا عليها تخشوا في الدين، عايزين تغلطوا في اي ست تروحوا داخلين في الكومنتات انت من غير بشعرك انت وتخوضوا في الاعراض. انا مش طايقه المجتمع الذكوري المتعفن. عايزين اعدام للشخص ده على الملأ في التلفزيون. احنا مش